يعتبر يناير واليوم 12 الشهر الأول لرأس السنة الأمازيغية، وهو تقويم اعتمده الأمازيغ منذ أقدم العصور، يكتسي طابعا رمزيا لما له من أبعاد تاريخية. تقويم يعتمد على النظام الشمسي، والأمازيغ احتفظوا بالتقويم اليولياني، وهو التقويم الذي أقامه يوليوس قيصر سنة 46 قبل الميلاد. تقويم يختلف على التقويم الغريغوري الحالي ب12 يوما، وهذا ما يفسر الاحتفال ب12 من يناير بدلا من الأول منه. ما هو سر هذا التاريخ؟ وما هي دلالاته التاريخية؟ تساؤلات أردنا الإجابة عنها من خلال الأبحاث والدراسات التاريخية، وكان مرجعنا الأول المؤرخ اليوناني الكبير هيرودوت الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد، ويعتبره الجميع أبا التاريخ في الحضارة الغربية. هيرودوت في أبحاثه أشار إلى اعتلاء ششناق الأول لعرش مصر وتأسيسه للأسرة الليبية أمازيغية حاكمة في مصر، وهي الأسرة 22، وهذا ما يفسر الاحتفال بعيد يناير. ورغم أن مصادرا تاريخية أخرى ترجع اعتلاء القائد الحربي الأمازيغي ششناق الحكم في مصر بعد أن هزم رمسيس الثاني قبل عام 2960، أي في سنة 950 قبل الميلاد. إلا أن كل الدراسات التاريخية تشير أن اعتلاء ششناق الكرسي الفرعوني جاء بشكل سلمي بعد مطالبة النوبيين المتواجدين في مصر يد المساعدة من النوبيين في ليبيا الأمازيغية القديمة، وعلى رأسهم ششناق الذي نظم الأمور بعد الظروف المضطربة التي عاشتها مصر القديمة. اعتلاء ششناق يعني اخترناه يعني كفكرة رمزية أو كرمز يبدأ من سنة 950 قبل الميلاد، اللي هو تاريخ اعتلاء ششناق عرش مصر وتأسيس الأسرة 22. دونك من 950 زائد 2010 يعطينا تاريخ 2060. هذا هو التاريخ الأمازيغي تاعنا، يعني الفكرة تاع سنة 950 مسألة رمزية يعني لا أكثر ولا أقل. وكيفما كانت الطريقة التي تمكن بها القائد ششناق من الحكم على مصر، فإن التقويم الأمازيغي قديم قدم الأمازيغ أنفسهم، وما تربع ششناق على عرش مصر سوى بداية لتقويم وليس بداية للأمازيغ. أمازيغ جعلوا من يناير عيدا للحرث والبذر والتفاؤل بالخير وكل ما هو خصب، فعيد سعيد لشعب فخور بأمازيغيته وبعروبته وانتمائه العربي وتفتحه على العالم والحضارات، وأسجاز مجاز لكل جزائرية وجزائري ينتمي إلى هذه الأرض الطاهرة طهر شهدائها الأبرار.